محليا أنهى فريق شباب جيجل الناشط في قسم الهواة تحضيراته للموسم الجديد بهزيمة أمام نادي بارادو جاءت بهدفين دون رد، حيث قدم مستوى جيد ومقبول، لكن ما زال يعاني من مشاكل مادية التي قد تعيق هدفه في الصعود هذا الموسم. قبل انطلاق الموسم الجديد لقسم الهواة وسط، انهت تشكيلة شبيبة جيجل تحضيراتها للموسم الجديد بالعاصمة بعد 12 يوما من التربص، محطة اختتمتها الشبيبة بهزيمة أمام نادي بارادو منافسها على بطاقة الصعود للموسم السابق. صراو لنا مشاكل كبار في التحضير هذا، وين هذه المشاكل بكل صراحه عرقلوا لنا العمل تاعنا باش نكملوا خدمتنا. هدفان دون رد لم يثنيا من عزيمة النمرة من تقديم أداء كبير ومقنع في موسم تبقى ورقة الصعود فيه مرهونة بالإمكانيات المتوفرة من الإدارة. التحضيرات راهي تجري بشكل عادي والحمد لله احنا رانا قاعدين بريباريو مليح باه نديرو بون سيزون ان شاء الله. وعلى الجانب الآخر كانت المباراة فرصة مهمة لأشبال شريف الوزاني لتصحيح الأخطاء قبل استئناف مباريات البطولة. سي ان بون تيست اليوم مع جيجي اللي عندهم فريق لاباس به، نتمنوا لهم الصعود على كل حال، وان شاء الله نكونوا واجدين مع المقابله هذه، اون فا بريباري لا سيمين الجايه ان شاء الله بكل ارتياح. قبل انطلاق سباق اقتطاع ورقة الصعود إلى القسم الثاني، تراهن كتيبة أبناء جيجل على تضافر الجهود ورفع وتيرة العمل من أجل حصد ثمار التواجد ضمن أصحاب تأشيرة الحظيرة الثانية والالتحاق بالباك الذي ما زال يبحث بدوره عن انطلاقة مثالية في هذا الموسم. هذا وأكد منصف لشقر مدرب شباب جيجل أن مستقبله مع الفريق على المحك وقريب من الاستقالة في حال عدم توفر الإمكانات. أنا درنا تربص وين صبنا رحنا وحدنا فاقدين للإمكانيات، فاقدين لوقوف الرجال. هي حقيقة القرار خديته اليوم آخر مقابلة ليا، نأجل هذا الشيء اليومين هادو اللي راح نتناقشوا مع بعض الناس ونشوفوا الامور، ولا كاين كيشغل يوعدونا باللي الامور تتغير، فهمت، ويوقفوا كراجل واحد لفائده هذا الفريق باش يحققوا احلام الانصار. الله يبارك. ولا شفنا باللي الناس راهي في الفريق لامور شخصيه ولا لامور اخرى، الانسان ينسحب.